تصور معايا، يلا دوز لمدة شهر على زواجك وتكون فرحان بمراتك وطلع مراتك حاملة ب3 شهور. هذه قصتي اليوم الخوت، وبغيتكم كاملين تسمعوا لي من الاول حتى الاخر وتعطيوني شي نصيحة. الله يجازيكم بالخير. انا سميتي حمزة، انا عاد مزوج جديد ومازال ما كملش شهر مع الزوجة ديالي. قبل الزواج ما كان بيناتنا حتى شي علاقة حميمية، ولا شي مرة خرجنا بوحدنا، ولا شي حاجة خارج الإطار المعروف. هاد الأيام وقعت لي واحد الصدمة اللي كنت ما متوقعاش نهائيا، الصدمة اللي دمرت حياتي، الصدمة اللي محات الوجود ديالي فوق الأرض، خلتني جسد بلا روح كما كنقولوا. هاد الأيام بانوا على الزوجة ديالي أعراض ديال الحمل، بحكم حنا يلا تزوجنا هادي شهر. السيدة ولات كتوحم، ولات كتقيا، الدوخة، كتنوض الصباح كتمشي للطواليت نيشان تقيا. دخلني بزاف الشكوك، كيفاش يلا شهر باش تزوجنا ومراتي حاملة؟ بهاد الحيرة والأفكار الكثيرة ديت عند 2 طبيبات، يعني طبيبات مختلفات، والنتيجة كانت نفسها، أن مراتي حاملة. والكارثة الكبيرة أنها حاملة ب3 شهور، يعني الزواج ديالنا يلا شهر، والغريب في الأمر أنها حاملة ب3 شهور. وعمري ما درت أنا ويا شي علاقة خارجة على إطار الزواج، يعني قبل ما نتزوجوا نهائيا. هنا بدات الأسئلة كتدور في راسي، حيت هاد المدة ما كتوافقش مع تاريخ الزواج ديالنا. قدام الطبيبة واجهتها واستعرت كما كنقولوا، بقيت كنغوت وبقيت كنسولها كيفاش انتي حامله ب3 شهور وحنا يلا دابا شهر باش ضربنا العقد ودرنا ليله الدخله؟ ما جاوبتني بحتى شي كلمه وبقات ساكته. انا من شده هذاك الغضب والعصبيه فقدت السيطره على راسي، وبقيت كنراجع مع راسي. اللي زاد حيرني اكثر هو انني ليله العرس ليله الدخله لقيت السيده انها مازال عذراء، يعني مازال بنت. وهادشي اللي زاد دخلني واحد المتاهه خايبه بزاف وكبيره. ودابا راني تائه، يعني ضايخ وفي واحد المتاهه اللي خايبه بزاف. كنفكر شنو غادي ندير، ما عارف ما ندير، كيفاش نربط الاحداث مع بعضياتها، ولا نفهم شنو وقع بالضبط. الزواج ديالي كان نهار 7 في شهر 12، والسيده فاش ديتها للطبيب قالت لي عندها 3 شهور. يعني انا ما نكذبش عليكم، دخلت واحد المتاهه خايبه. وليت كنفكر واش السيده كانت كتخوني قبل الزواج، قبل ما نديروا ليله الدخله، وقبل ما وفي هذه الفتره هذه اللي كنت خاطبه فيها كنت يعني كنهضر انا وياها، واش كانت عندها علاقه مع شي حد اخر، واش حملات منه بغات تلصق لي انا المونتيف وديرني كما كنقولوا طريق باش تسر المصيبه ديالها. بزاف الافكار كيجوني في راسي. المشكله كبيره هاد الافكار السلبيه اللي دخلت لي راسي، وما عرفش افكاري تخربقات بزاف. اضطريت ان ندي عند دار عائلتها، حطيت عند دار عائلتها حتى الراجل الحسابات ديالي. وحتى انايا خرجت من الدار ودخلت واحد الحاله نفسيه صعيبه بزاف، واحد الاكتئاب، واحد الضغط نفسي. بغيت نخدم عقلي، ما بغيتش نظلم السيده، بغيت نعرف شنو هو الحل اللي والمني ووالمها. السيده كنسولها ما كتبغيش تهضر نهائيا. ديت عند دارهم، مع دارهم كيحاولوا يعيطوا ليا وهضروا معايا شنو المشكل اللي وقع بيناتكم. ما بغيت نجاوب حتى شي واحد، حتى من داري خويتها، باش غير نرتب الافكار ديالي ونوصل واحد الحل اللي ما يكون حتى شي واحد فينا مضرور. الحالة النفسية صعيبة بزاف، والقلق والتوتر ما تيفارقنيش، اكتئاب بدا كيغلب عليا. وكنطلب منكم نصيحة، شنو ندير في هذا الوضع هذا؟ كيفاش نتصرف بعقلانية وانا راسي عامر؟ الله يجازيكم الخير. اللي سمع قصتي ما ينساش يخلي واحد النصيحة، شنو غندير مع السيدة وكيفاش غنحل هذا المشكل اللي تسلط عليا. هذه هي قصتي، وكنتمنى منكم اللي سمعها يخلي لي واحد التعليق، وشكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.